يعني ايه شرايين متكلسة؟ شرايين متكلسة لازم نبقى فاهمين الأول طبيعة ضيق الشرايين التاجية. الشريان التاجي عشان يحصل فيه ضيق من ضمن أسبابه إن يبتدي يحصل ترسيب للكالسيوم جوه جدار الشريان، وبالتالي يبتدي يعوق حركة الدم جوه الشريان ويبتدي يحصل أعراض ومشاكل قصور الدورة الدموية جوه الشرايين التاجية. من ضمن الحالات اللي بنقابلها وبتكون صعبة جدا إن يكون في ترسيب نسبة كالسيوم عالية جدا جوه الشريان، وبالتالي بنواجه صعوبة كبيرة جدا إن احنا نوسع الشريان أو حتى نركب دعامات فيه. طب هل الشرايين اللي حصل فيها تكلس بنسبة كبيرة هل ديت ملهاش علاج؟ لا، بيكون ليها علاج. قبل كده كنا بنحاول ان احنا نستخدم بالونات صغيرة ونبتدي نعمل توسيع ببالونة اكبر فاكبر لحد ما نقدر ان احنا نوصل حجم الشريان وقطر الشريان للمعدل الطبيعي. مؤخرا مع العلم والابحاث الكتيرة اللي بدأت تظهر ابتدينا نسمع عن حاجات كتيرة قوي، زي ان بنعمل شنيور يكسر الكالسيوم جوه الشريان. ومش بس كده، ده احنا كمان بنقدر ان احنا نستخدم بالونة بموجات تصادمية ان هي تكسر الكالسيوم اللي جوه الشريان، وده بيسهل علينا ان احنا بعد كده لما نعوز نيجي نركب الدعامة على القطر السليم والقطر الطبيعي للشريان. تخيل انت لو ركبت دعامة والشريان لسه متكلس وما عملتلوش التوسيع اللازم، معنى كده ان انت هتركب دعامة مقاسها اقل من قطر الشريان اللي ربنا خلقه عليه. علشان كده احنا مؤخرا ابتدينا ان احنا نستخدم ادوات احدث زي البالونة بالموجات التصادمية والروتابليتور اللي هو بيكون شنيور يدخل جوه جدار الشريان يكسره، ودي بتدينا نتائج ممتازة جدا مهما كان نسبة التكلس اللي موجودة جوه الشريان.